السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأهلي بيخطط دلوقتي يا جماعة إن هو يخطف نجم منتخب تونس. النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نجم نسور قرطاج. النادي الأهلي يا جماعة دلوقتي دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب التونسي الشاب صاحب 21 سنة، اللاعب الدولي، اللاعب اللي بيلعب في منتخب تونس الشباب، اللاعب اللي انا شايف ان هو لو جه هيبقى ليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي يا جماعه، وهو اللاعب هشام بكار لاعب الاتحاد المنستيري التونسي. ومع دلوقتي النادي الاهلي تحس ان هو عجبه قوي فكره علي معلول والظهير التونسي والتاريخ اللي عمله علي معلول، فتحس ان الاهلي عايز يكرر تاني نسخه علي معلول. فدلوقتي الاهلي دخل في مفاوضات جاده مع الاتحاد المنستيري لخطف منهم هشام بكار باك شمال الاتحاد المنستيري وباك شمال منتخب تونس. زي ما أنا قلت لكم دلوقتي يا جماعه مبدئيا كده اللعيب ده عنده 21 سنه، يعني لعيب انت جايبه يعني انت جايب لعيب المستقبل، لعيب شاب، لعيب جوكر بيلعب في كذا مركز، يعني مش باك صرف بس، لا ده لعيب جوكر بيلعب في مركزين، هيحل ازمه كبيره على النادي الاهلي خصوصا قلب الدفاع. لان هو يا جماعه اللعيب ده بيمتاز بالقوه البدنيه، فالقوه البدنيه دي مساعداه ان هو ممكن يلعب قلب دفاع تاني، وهو اللي حصل الموسم الجديد. يعني دلوقتي يا جماعه الاتحاد المنسي لعب 8 ماتشات بس، هشام بكار لعب معاهم ماتشين باك، وفي الماتشين نجح ان هو يصنع هدفين يعني، وست ماتشات الاخيره بيلعب معاهم قلب دفاع وقافل الدنيا وظابط الدفاع. فالمدرب استقر ان هو يلعب قلب دفاع، ولكن برضه في بعض الماتشات ساعات بيلعبوا باك، يعني لعيب جوكر، يعني لعيب هيجي معاك هيحل مشكله علي معلول. لو انت مش هتجيب فتوح او انت هتجيب فتوح هو عادي ممكن ايه، لو انت جبت فتوح ممكن يلعب معاك قلب دفاع يحل مشكله ايه محمد عبد المنعم بغيب بيعمل فجوه في الدفاع النادي الاهلي. فدلوقتي لكن تخطيط النادي الاهلي داخل القوه في الصفقه دي، لان زي ما قلت لكم لعيب جوكر، لعيب هيحل لك ازمتين. يعني مثلا لو انت ما احتاجتوش في الباك هيلعب معاك قلب دفاع جنب محمد عبد المنعم، وهيريحك من صداع علي ربيعه والكلام اللي احنا بنشوفه دون. فدلوقتي يا جماعه انا شايف ان النادي الاهلي دلوقتي يا جماعه شايف ان في سياسه جديده النادي الاهلي بيتبعها، وراجل التخطيط ان هي بتتعاقد مع اللعيبه الشباب، تعاقد مع اللعيبه الشباب. خلي بالك من الحته دي، عشان يعني حاجه كويسه جدا انك تجيب لعيب شاب هيفيدك وهيتطور وتقدر تستثمر فيه بعدين. زي موضوع علي ديانج برده جه الاهلي ما كانش معروف قوي، جه مع الاهلي كان لعيب شاب عنده تقريبا 22 سنه 23 سنه، اتطور معاك انت استفدت منه. ودلوقتي لو انت هتبيعه مش اقل من 4 5 مليون، استفدت ايه؟ استفدت من اللعيب في الفتره بتاعته اللي هو معاك، واستفدت منه لما تيجي تبيعه بره بمبلغ كبير. بس كده يا جماعه ده كان ملخص موضوع النادي الاهلي وهشام بكار باك شمال وقلب دفاع منتخب تونس ولاعب الاتحاد المنستيري. فهل انت يا جماعه شايفين ان اللعيب دون هيجي الاهلي هيستفاد منه؟ بس كده يا جماعه هنتكلم تاني موضوع يا جماعه، واخر موضوع معانا وهو سبورتنج لشبونه وصدمه نادي الزمالك. زي ما قلت لكم يا جماعه كذا مره ان الزمالك في يناير اللي جاي مش هيفتح القيد، والزمالك في يناير اللي جاي احتمال يطلع ناشئين، والزمالك بيجمد 3 لعيبه وبيرجع لك لعيبه متحنطه عندنا زي سامسون وعبد الله جمعه. دلوقتي يا جماعه خدت الصدمه الرسميه من فريق سبورتنج لشبونه نادي الزمالك. لو ما حدش شاف يا جماعه نادي الزمالك كان بعت ناس تفاوض مع سبورتنج لشبونه ان هي تقسط غرامه شيكابالا اللي هي مليون و500 ألف دولار على 3 أقساط، ولكن سبورتنج لشبونة رفضت نهائيا فكرة التقسيط. قالت لك أنا يا إما مبلغ كله كاش يا إما مش فارق معايا، أنت كده كده أنت اللي متأذي أكتر مني، والقيد بتاعك مش هيتفتح وهتفضل معتمد على اللعيبة اللي معاك وأنت المضطر. دلوقتي يا جماعة بيقول لك إن أصلا إن محدش يعرفه إن نادي الزمالك أصلا مش هو اللي اتفاوض مع اللعيبة. اللي محدش عارفه بس يا جماعه ان هو مش نادي الزمالك اصلا، ولا حسين لبيب ولا احمد سليمان هم راحوا يتفاوضوا مع سبورتنج لشبونه، ولكن دول بعض رجال اعمال الناس المحبين لنادي الزمالك هم راحوا قعدوا مع سبورتنج لشبونه وقال لهم احنا اللي هندفع لكم الفلوس، يعني مش نادي الزمالك اللي محدش يعرف، دول ناس رجال اعمال. فدلوقتي جه رد رسمي من سبورتنج لشبونه برفض تقسيط غرامه شيكابالا. بس كده يا جماعه مش هتكلم كتير عن الموضوع ده، لان انا قلت لكم ان الزمالك مش عارف اصلا يتفاوض معاهم، ودي رجال اعمال. يعني انت اصلا اداره نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب اللي كان برضه يا جماعه باكد وزعيد وزيد في الحته دي، اللي كان قبل ما يترشح الانتخابات يقول لك انا عارف مشاكل نادي الزمالك كلها وعندي حلولها ومستني بس ان انا اكسب وابدا الشغل الفعلي عشان يبقى ليا سلطه ويبقى ليا منصب اعرف اتكلم بيه مع بقيه الفرق. فدلوقتي يا جماعه كابتن حسين لبيب ما التزمش بوعد ان هو يفتح القيد زي ما كان وعد الجماهير في يناير اللي جاي، وقال لك انا كمان هجيب صفقات، وطالع اشاعات ان نادي الزمالك بيتفاوض مع لعيبه وهو اصلا مش عارف يفتح القيد. سمك لبن تمر ينتي في اداره نادي الزمالك. مش كلام كتير يا جماعه عن الموضوع ده، ان انا اصلا مش متفاجئ، بس دلوقتي انا طالع اكد لكم الكلام اللي انا كنت قايله قبل كده ان القيد في يناير اللي جاي مش هيتفتح، والناس ما تعشمش نفسها في صفقات، ولا كان في ايه كان في اشاعات طالعه بيقول لك ان بن شرقي راجع وفرجاني سياسي وطارق حامد، وكل الكلام ده كان ضحك على الجماهير، وللاسف كان في بعض الناس بتصدقه. بس كده يا جماعه ده كان كل اللي عندنا النهارده، وفي الاول وفي الاخر ده كان راي شخصي لاي حد، راي تاني كنا مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.